لو انت عارف ايه سبب فشل محتواك على السوشيال ميديا ما تتفرجش على الفيديو ده. We buy things based on emotion not logic، يعني ببساطه مشاعرنا هي اللي بتحركنا علشان نشتري اي حاجه او نتابع حد معين على السوشيال ميديا. للاسف كتير من صناع محتوى السوشيال ميديا بينسوا النقطه دي وبيقدموا محتوى جاف من اي مشاعر، زي مثلا شركه ورد حبت تعمل حمله دعائيه ضخمه كان عنوانها انت لازم تقف وتشم شويه ورد. طبعا الحمله الدعائيه فشلت فشل ذريع، وده لانهم قدموا جمله جافه ما فيهاش اي مشاعر. نقطه تانية هي انك ساعات بتقدم حقائق وبتنسى برضو انك تحط فيها اي مشاعر، زي مثلا انا عملت ريفيو للمطعم الفلاني، الاكل الفلاني كان حلو، الاكل الفلاني كان وحش. انت بتقدم حقائق جافه ما فيهاش اي مشاعر. وعلشان تحل الموضوع ده انت محتاج تفهم مشاعر الجمهور بتاعك، تفهم هم بيفكروا في ايه، بيحسوا بايه، وتحط جزء من المشاعر دي وجزء من التفكير ده في المحتوى بتاعك علشان تعرف بعد كده توصل لهم بسهوله ويتابعوك اكتر واكتر. وده كان جزء من بودكاست انا تابعته وحبيت ان انا اشاركه معاكم. لو انتوا عايزين تسمعوا البودكاست كامل ممكن تبعتوا لي في الكومنتات وابعت لكم اللينك. واخيرا ما تنساش انك انسان ليه مشاعر بيقدم محتوى الانسان ليه مشاعر زيك. شكرا.